السلام عليكم. كيكة النهاردة كيكة اقتصادية، تقدري تقولي عليها تورتاية من جمالها وشياكتها، ولو عندِك مناسبة ومحتارة دي كيكة اقتصادية جدًا. يالّا بينا نشوف الطريقة، نسمي بسم الله. أول حاجة هنجيب بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده ننزل عليهم بنُص معلقة من الفانيليا السايلة، وبعد كده نُص كوباية سكر، ومعلقة خل واحدة، ونبتدي نضربها يا إما من مضرب السلك يا إما من مضرب الكهربا لغاية ما قوام البيض يعلى معاكِ زي ما أنتِ شايفة كده. وبعد كده نبتدي ننزل بقى بكوباية من اللبن، ونُص كوباية زيت، وكوباية ونُص من الدقيق المنخول. وعايزاكم تسامحوني على صوتي بس عشان عندي برد. والمهم إنها كيكة سهلة وشيك جدًا وشكلها حلو، وأهم حاجة عند أي سِت بيت إنها ما تكلفهاش كتير، ودي أهم حاجة طبعًا في الميزانية. وبعد كده هنبدأ ننزل بنُص كوباية من الكاكاو الخام وتنخليها برضه، وبعد كده ننزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعد كده نُص معلقة ملح صغيرة أو رشة ملح صغيرة يعني. وبعد كده إيه، نعملها بقى بالمضرب السلك برضه أو المضرب الكهربا، بس قلّبيه الأول كده عشان ما يطلعش في وشِّك زي ما عمل معايا كده. الدقيق كلّه بيتطاير كده بس على الهادي الأول، وبعد كده نزوّد السرعة. بس أهم حاجة في الأول يبقى سرعة هادية وبالراحة كده، لغاية ما أنتِ شايفة ما شاء الله القوام بتاعها جميل جدًا وناعم كده وشبه الكريم شانتيه كده. شايفين السائل بتاعها عامل إزاي، والّا هو تقيل جدًا والّا خفيف. وطبعًا حطيت الصينية كده، أنا مولعة الفرن طبعًا على درجة 180 وسايباه يسخن. حطيت الصينية أخدت بس درجة حرارة هادية كده، وحطيت فيها مكعب زبدة ساح طبعًا، فرُحت ماسحاه بالفرشة، وبدأت أنزل بالخليط اللي إحنا لسه عاملينه. شايفين شكله تحفة، يعني عايزة تاكليه كده وهو سايل. بس إيه ما شاء الله هتطلع معاكِ حلوة أوي. بدأت أمسح الزيادات بقى اللي نزلت مثلًا على الصينية عشان ما تحرقش، وجبت عصاية شيش طاووق كده ومشيتها في الكيكة كده عشان أي هوا أي حاجة أخرجها يعني. واديتها برضه خبطتين الحركة المميزة اللي عندي. وبعد كده حطيتها في الفرن طبعًا. أخدت معايا من 20 دقيقة ل30 دقيقة بالضبط. تتابعيها يعني على نار هادية جدًا طبعًا علشان أنا مسخّنة الفرن من بدري، من ساعة ما اشتغلت في الكيكة على 180، فسخنة أوي. أول ما حطيت الكيكة هدّيتها، فقعدت معايا من 20 ل25، يعني إيه تتابعيها. لو حسيتِ اللي هي دخّلت الخ ال ش عصاية الشيش طاووق ولسه، سيبيها 5 دقايق كمان وبتطلع معاكِ تحفة زي ما أنتِ شايفة كده. أول ما طلّعتها قلبتها على طبق كده. أهم حاجة ما تفتحيش على الكيكة إلا بعد 20 دقيقة وتختبريها عشان ما تهبطش منِّك يعني. بعد كده أمّا خلصت الكيكة طبعًا أنا سيّحت شوكولاتة ونزلت بيها، فالشوكولاتة لسه سخنة برضه ونزلت على الكيكة وهي سخنة، فمسكت فيها. فنزلت بقى جبت شوكوبون. شوكوبون شكله مبهج طبعًا وبيفرّح الكبار والصغيرين ويدّيكِ شكل شيك جدًا والألوانات بتاعته. وبعد كده جبت كاندي كده. علبة الكاندي دي مش مكلفة يعني خالص ب15 جنيه. وفيها الجيلي كولا والكاندي طبعًا الأطفال والكبار والصغيرين بيحبوها. والجيلي كولا طبعًا دي إدمان، وشكلها حلو أوي ومحطوطة. و وطبعًا الدباديب الجميلة دي. الكاندي دي طبعًا بتفرّح أوي يعني. وأهم حاجة اللي أنتِ تعملي فيها يعني تعملي حاجة فيها سعادة كده. وشكلها زي ما أنتِ شايفة كده طلع تحفة، وعمّالة ألعب بالدباديب والحاجات دي طول ما أنا واقفة أصلًا، فشكلها جميل جدًا. وزي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله عملت كيكاية بأقل تكلفة عندي وما كلفتنيش كتير، بدل ما أروح أجيب ب300 و400 كيكاية يعني والميزانية تعبانة. لأ، أنتِ ممكن تعملي أحلى حاجة وبأقل تكلفة، وزي ما أنتِ شايفة ما شاء الله شكلها جميل جدًا. نيجي بقى نقطّعها ونشوفها من جوّه. عايزة أقول لكم أنا قطّعتها وهي سخنة، المفروض كمان تستني أمّا هي تهدى، عشان كل ما بتقعد صدقيني طعمها بيبقى تحفة. من جوّه كده طعمها جميل. يعني أنا قطّعتها وهي سخنة وهي ما شاء الله متماسكة كمان أهي. وأمّا تسيبيها تبرد بيبان طعمها أكتر، ولو باتت كمان طعمها بيفرق أوي كمان. فما شاء الله عايزة أقول لِك جرّبيها ومش هتندمي يعني طعمها جميل جدًا. وطبعًا الكاندي والجيلي كولا طول ما أنا باكل كده بالعب بيها كمان. بس عايزة أقول لِك جميلة وإن شاء الله جرّبوها هتعجبكم جدًا. وأتمنى اللي يجرّبها وعجبته يكتب لي رأيه في التعليقات. وما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنوني في فيديو جديد ومع السلامة.